النهارده عن أحسن فنادق ومنتجعات الغردقة زي رجينا ريزورت الغردقة وأكوا بارك في نفس الوقت. المنتجع ده 4 نجوم، وفي جدل كتير حوالين المنتجع، بس يعني المنتجع فيه مميزات كتيرة جدا وسعره يعتبر من أحسن الأسعار الموجودة في الغردقة. الفندق أو المنتجع فيه 3 مسابح وبحالة جيدة، وفي مسبح فيهم صغير للأطفال. الفندق مواجه للشاطئ. يقع المنتجع ده في وسط الغردقة ووسط الشيراتون، موقع ممتاز. الأمان والحفاظ على حاجة موجود في الفندق، لكن انت احتياطي فيه خزنة في كل غرفة تحتفظ بالحاجة بتاعتك فيها. النظافة معقولة والممشى بتاعه جميل جدا. التكييف ممتاز، ولو في عندك في الغرفة عيب ولا حاجة بتتصل بيهم ان هم يصلحوه بإذن الله. من افضل الحاجات هناك عرض الانيميشن تيم ممتاز جدا، قريب من مارينا الغردقة، والمطاعم الكبيرة قريبة جدا من المنتجع. المنتجع برغم ان هو 4 نجوم والحاجات دي، سعره ساعات بيقدم عروض زي في عرض نازل 2080 4 ايام و3 ليالي، بس برضو متابعة بالاتصال تشوف العرض اللي موجود امتى، وده في مصلحتك. يعني في نص الناس اشتكت ان مفيش كاتل ولا مشروبات في الغرفة، بس ممكن تبقى في مستويات تانية، بس هي معظم الناس بتقول ان مفيش كاتل ومفيش مشروبات في الغرفة. المنتجع شكله روعة وموقعه روعة. بنتكلم بقى عن الاكل، بنديله 3 من 5. هو الفطار اللي معقول، بعد كده مفيش تنوع في الاكل، والمشويات ممكن تقعد اسبوع يبقى فيه وجبة او 2 مشويات. السيرفيس جيد جدا، بس الهاوس كيبنج او بعض العاملين يجي احساس للنزلاء ان هم لازم يدفعوا تيبس عشان ياخدوا الخدمة كاملة، ودي برضو حالات فردية. من ضمن الحاجات ان التسكين بيبقى الساعة 2 ووجبة الغداء بتخلص الساعة 2، فلازم يأخروا وجبة الغداء شوية عشان اللي جايين يلحقوا اول وجبة، بيبقوا جايين من سفر. بالنسبة للغرف بتحتاج متابعة وصيانة أكتر من الوضع اللي هو موجود حاليا. هو في اهتمام وفي تطوير، وساعات بيقفلوا غرف عشان يعملوا فيها تصيين، لكن الناس اللي بتيجي بتلاقي في وضع ساعات مش معقول. المية نادرا ما تقطع، بس ساعات بيحصل. طبعا الموسم بتاع الشغل بتاعهم في الصيف، ومننساش ان بتبقى دي موجة للحشرات والرائحة اللي بتبقى موجودة، بس ده وضع طبيعي هما بيحاولوا يتغلبوا عليه، بس هو موجود. لما يكون بيسين الاطفال، الاطفال نازله فيه وبيبقى معاه طبعا الاب او الام، ما بقاش في مكان او شيزلونج حتى يقعد عليه الاب او الام، ودي نقط برضو بسيطه لازم اداره الفندق تهتم بيها. ساعات الريسبشن يعني ما يردش على العملاء او النزلاء الا بعد ما يتصل 100 مره، فيعني الناس بتقول كده، بس دي حالات فرديه، بس احنا بنرجو سرعه الرد على النزلاء. في مكتب دايفنج روعة وجميل، هو سعره غالي بس هو يستاهل، الخدمة فيه رائعة وممتازة. قبل ما الوجبة بتخلص بنص ساعة بيقفلوا التكييف حتى لو الناس موجودة. دي بعض الملاحظات، هما بيوفروا الكهرباء، بس هي برضو الخدمة لازم تقدم كاملة. الشاطئ بتاعهم ممتاز، يعني هو صخري شوية في بعض الصخور، بس هو الشاطئ ممتاز. التليفون بتاع الفندق 0653 42 72 0653 4422 72. هو مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة، وأعزكم الله برضو ممنوع اصطحاب الحيوانات الأليفة. قلنا ان الغرف بتحتاج متابعة وصيانة، هما بيحاولوا، بس برضو النزيل اللي بيجي بيشوف الوضع، فبيبقى دي آراء ناس بتاع 300 400 شخص في آخر فترات الزيارة للمنتجع. أنا برجو الاهتمام، لأن دوت من المنتجعات اللي ليها اسم في الغردقة وسعره معقول وفي عروض بيقدمها. أرجو إذا كنت قدمت لكم أي حاجة مفيدة عمل لايك واشتراك في القناة. قناة مسك الخدمات والأفراد والتجار تتمنى لكم استمتاع بالمصايف في مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.